عودة الدوري المصري، عودة متعة الإيجيبشن ليج، ولا تقول لي 100 بريمير ليج. تعادل للزمالك أحسن بكتير من المتوقع، وكان ممكن الماتش يطلع أسوأ بكتير قوي من كده على الزمالك وجمهوره. بيراميدز داخل فاتح على التالت وهينافس وهيروح جامد قوي 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 في الدوري السنه دي بسكواد متكامل ومدرب هيعرف يستغل اللعيبه دي ومهارتها كويس قوي قوي قوي. والاهلي ياخد الجمهور ويجي يخوفه شويه يفرحه شويه، بس عوده القضيه هتفرح الجمهور هتنسيه عك الشوط الاول كله. فيلا بينا، فنجان قهوتك، كوبايه شايك، ولو مستعد تشرب قهوه الساعه 11 بالليل يلا معانا. يا مساء الفل، عاملين ايه الاخبار؟ بار استنينا اتفرجنا على تقريبا الجوله كلها، اهم 3 ماتشات اتلعبوا، الاهلي لعب، الزمالك لعب، بيراميدز لعب. بس خلينا الاول، ولا ان اغلب انتماءاتنا معروفه، خلينا نتكلم عن الاهلي ونختم في الاخر بالزمالك وبعديه بيراميدز. بس هنبدا الفيديو الاول بالاهلي، والماتش لسه سخن كده ولسه حامي معانا. الاهلي بدا الماتش النهارده باسوا تشكيل ممكن يكون اي جمهور حد من الجمهور يتمناه. كان في تعليق اتقال قبل الماتش من واحد من مشجعين النادي الاهلي وتحديد دي، يعني مش لازم نحدد مين، مش مهم الاسم، ولكن هو من اشخاص يعني معروفه واللي هي ليها علاقه كويسه مع الاداره. قال لك ايه؟ بعد كده نعمل استفتاء للجمهور على مين يلعب ومين ما يلعبش عشان اعتراض الجمهور على طاهر واحمد نبيل كوكا. اتمنى واعتقد ان هو تاب واناب عن هذا التصريح وهذا البوست بعد اللي شافه من طاهر محمد طاهر واحمد نبيل كوكا. يا جماعه في حاجات ما بتبقى وحش يعني. انا نفسي اعرف المدربين شايفين ايه في طاهر محمد طاهر وكوكا عن احنا اللي احنا شايفينه. يا جماعه بلاش فزلكه، الكوره سهله والكوره في الدوري المصري سهله. بنفزلك ميتين امها ليه؟ بلاش فزلكه، خلينا نلعب السهل، خلينا نلعب البسيط. بلاش نحط لعيبه اثبتت كل التجارب ان الموضوع معاها بقى صعب نسند بيها بعد ما نبقى ضمننا ماتشات. خلاص اصابات وما عندناش حل تاني، انما لعيبه اعتمد عليها وابدا بيها دوري، لا هتحبط نفسك وتحبط جمهورك وتخش في نتائج سلبيه وتشكك اللعيبه في نفسها ملهاش ريحه ثلاثه لازمه. فهو كان تشكيل بائس جدا جدا، اسبابه معروفه. اول حاجه خط دفاع الاهلي غير متوازن بالمره، بائس جدا. وقلنا ده في ماتش برشلونه وهنعيد نقوله تاني. نص خط دفاع الاهلي كريم فؤاد مش نافع، وبالذات بالذات ان انت بتطير كريم فؤاد. طب انت اما طيرت كريم فؤاد وانت اصلا دفاعك ضعيف وكريم فؤاد بيطير مش قادر يعمل حاجه جوه، فين العقل؟ ثبت كريم فؤاد ورا عشان خاطر تحمي نفسك شويه. طيب كريم فؤاد مش عارف يثبت، كريم الدبيس لما نزل الشوط الثاني كان احسن 100 مره. بس خلينا ناجل التغييرات شويه. تاني حاجه، هادي رياض الجزار في حته شويه في حاجه تقول لك انه ممكن، انما هادي رياض اللي بيعمله ده انا شايفه من السيزون اللي فات، نفس الجريه نفس التحليقه نفس هو بيجري ورا اللاعب ونفس اللاعب هو بيجيب فينا الجون يا اما بيعمل ضربه جزاء وجاب فينا الجون الاول. بلاش، مش الجون الاول، الجون الثاني يا ربي. تعالى بقى كمل من تاني. الباك اليمين محمد هاني يعني ارحم شويه. ويبقى السؤال يعني لو عايز تطير كريم فؤاد ما لعبتش بثلاثه ليه؟ حط كريم فؤاد يلعب بثلاثه وطيره هو، خليه طاير وزق، خلي اشرف بن شرقي يضم شويه لو دي قافله معاك. ولكن انا مش مع الثلاثه في الوضع الحالي كمان في وضع دفاعنا المزري ده. بعدين قلت ان انت هتحمي الدفاع بستتين. الاهلي ما فيهوش سته غير مروان عطيه يا جماعه. الاهلي ما فيهوش لاعب بيعرف يلعب سته غير مروان عطيه، فاي لاعب هيتحط سته تاني هزل. تاني حاجه احمد نبيل كوكا والله ما نفع باك شمال لغايه ما راح قال لك انا مش نافع باك شمال. فانا اتمنى يكمل على مصداقيته ويروح للمدرب برضه يقول له ولا انا نافع في نص الملعب، واحنا هنضرب نفسنا جزم ان هو ما راحش تركيا. منتهى البؤس. طلع الكوره على لو كان سابها كان احسن من اللي هو عمله. طلعها ردت ضها وعدلها للاعب عشان ياخدها وان تاتش تخليها ظهرت في مرمى مصطفى شوبير. بلاش دي طول الوقت في الملعب، تعطيلا نص الملعب، قرارات في منتهى السوء. يعني حاجه بائسه جدا. ده لا منه حمد دفاع ولا منه بنى لاعب. يعني ده المفروض بيلعب يقول لك اصل سته عشان كورته حلوه. كورته مش حلوه يا جماعه. مش نص الملعب الاشول اللي هيعرف يبنيها لاعب، لا خالص. فدي الغلطه الثانيه. الكارثه الثالثه طاهر محمد طاهر. وطاهر محمد طاهر دي كارثه بروماكس.
كارثة بروماكس في التشكيلة لسببين. السبب الأولاني طاهر محمد طاهر أنت بتلعبه على اليمين، فبتروح رايح مخلي زيزو يلعب في قلب الملعب، وزيزو كل لحظات خطورته أما بيجي على اليمين. وعلى فكرة زيزو كان من نجوم الماتش النهارده، قولا واحدا من نجوم الماتش، وكل مرة راح على اليمين كان مؤثر. شوطة من على اليمين كانت كويسة جدا بعد ما رقص ودخل من على اليمين، اوفرات من على اليمين كويسه جدا جدا جدا. انت متخيل انت لو بادئ الماتش ده شايل طاهر وحاطط زيزو وملاعب سفيان بن جديده مع منصف بكار رار، وكميه الفرص اللي كان هيصنعها والمساحه اللي كان هيفضيها سفيان بن جديده منصف بكار، وكنا ممكن نجيب اجوان قد ايه. بس واشرف بن شرقي ما عنديش مشكله، عمل كوره حلوه في وقت ما اوت اوف فورما هتنزل بحسين الموضوع سهل، ولكن طاهر عك عك بس. فده كان الوضع. احنا فضلنا الشوط الاول كله بهذا السوء لولا كوره مروان عطيه والفيرست تاتش بتاعه ادانا شكل كويس شويه ورجعنا الماتش، وبدل ما كنا هننهي الشوط الاول 2-1 والموضوع كان هيبقى صعب قوي. تعال نكمل الشوط الثاني مع نزول التغييرات، ودي الحاجه الوحيده العدله اللي هتحسب لحسين عمود. مع نزول التغييرات الملعب كله بقى بتاعك. كريم الدبيس على الشمال عدل لك الدنيا، سفيان بن جديدة مكان طاهر، فوديت منصف بكار يمين، مع اني ما زلت مقتنع ان انت محتاج تودي زيزو هو اليمين ومنصف بكار ينزل هو تحت تحت صانع الالعاب او تحت المهاجم يلعب 9.5 زي كاي هافرتس والسياق ده. بعد كده نزلت بعلي محمود لاعب ما يقعدش دكه لحد كده كده، فعلي محمود جنب مروان عطيه الولد بقى بيخترق من الهاف سبيس المساحه اللي ما بين منصف بكار والمهاجم، بيهاجم ويخترق المساحات اللي ما كناش بنشوفها اصلا طول الشوط الاول، وعمل اكتر من كره خطره وشفناه وحسينا بيه. كل اللي اتقدم ده خلى الاهلي بشكل جديد، خلى الاهلي بقوه، خلى الاهلي ياخد ضربه جزاء، خلى الاهلي يجيب التالت اما نزل قفشه والكعب العظيم من بن جديده اللي بيفضي المساحه للي هيجي ياكلها من بعده. وتخيل ان ده قفشه، ما بالك لو ده منصف بكار والمساحه دي طول الوقت فاضيه منصف بكار، كان طلع هاتريك الشوط الاول. فمجموعه اختيارات بائسه جدا 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 من حسين عموته، ومش مفهوم هو خدها ليه. انت محتاج تستغل كل لعيبه اسكواد الاهلي يمكن استغلاله حتى في غياب امام عاشور، وعندك لعيبه تقدر تصنع الفارق، عندك لعيبه زي علي محمود، عندك لعيبه زي بن جديده وبكرار، اتنين لعيبه كويس جدا، عندك زيزو يروح على اليمين، مين عندك حسين لو الشحات مش فايق، عندك قفشه ينزل يعمل حلول، عندك لو عايز تدافع اكتر بعد كده يبقى ينزل طاهر، مع ان انا مستني محمد عبد الله وما نحتاجش نشوف طاهر. يعني في حلول كتير قوي، وهيفضل الاهلي مفشوخ ورا. الاهلي هيبقى الدنيا ورا صعبه قوي 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 قوي، ولازم يبدا تجهيز مكثف لاشرف داري لان الدنيا صعبه قوي ورا. ونلعب الماتش الجاي لغايه ما يرجع اشرف داري او ياسين مرعي بالجزار وياسر. اللعب بهذا الرياض صعب يا جماعه، صعب قوي، صعب قوي قوي قوي. فهي دي الفكره، وده الوضع بتاع الاهلي في المباراه دي. الاهلي لو زي ما ختم بالتشكيله اللي ختم بيها هي اللي بدأ بيها الماتش الجاي هنشوف كوره حلوه، وهنشوف. مش عايز ابقى متشائم من حسين عموته، اخر قوي في قرايه اللعيبه رغم انه عمل فتره اعداد قعد لعيبه ما ينفعش تقعد على الدكه، بس اتمنى انه يكون اتعلم وفهم ان في لعيبه ما ينفعش تراهن عليها، لو ان راهنت عليها هتقضي على مستقبلك من قبل ما يبدا اصلا. فده كان الماتش بتاع الاهلي بالسياق بتاعه. الاهلي فيه امل، الاهلي لسه يقدر، ماتش مع ماتش هيجي. الحسين عموته برضه عنده تدخلات كويسه، لسه عنده حماس، عنده حميه وهاجم، يعني يحسب له انه ما كانش راكن ورا، هو بيهاجم من اول دقيقه في الماتش، وانا بحب المهاجم المدرب الجريء، فلا يخليني اتفائل لسه معاه شويه وانه يقدر شويه. الاهلي محتاج يفكر شويه في امام عاشور ويحسم ملف امام عاشور، وجود امام عاشور مهم، ولو نقدر نحل ازمه امام عاشور يا ريت. امام عاشور هيديك بعد كتير قوي جدا. تخيل ان امام هو اللي بيلعب جنب مروان عطيه، او لو انت مصر تلعب بمركز 10 تخيل ان زيزو قاعد مريح دكه المنصف بكار، وامام هو اللي بيلعب في المساحه دي وبيهاجم المساحه اللي بيسيبها بن جديده. الموضوع هيبقى مختلف تماما تماما تماما. فامام هيدي حلول كتير، بس لو مش موجوده خلاص ودي زيزو يمين ولاعب منصف بكار وبن جديد اتنين مهاجمين والعب 4-4-2
والعب بمروان عطية وعلي محمود. الموضوع محسوم، هتاكل الدنيا وهتعمل كل اللي نفسك فيه وهتحقق كل اللي نفسك فيه، والاهلي هيروح جامد. من الاهلي هنروح للزمالك، هنروح لموسم يبدو عصيب جدا على جمهور نادي الزمالك، والله يكون في عونه. بس هو متوقع من نهايه الموسم اللي فات، متوقع مع كل اللي حصل، متوقع مع ايقاف القيد، متوقع مع انت بتخسر حسام عبد المجيد جيرو وبزيرة وعبد الله السعيد انت مرجعه بالعافيه، وقلنا من السنه اللي فاتت ان الاداءات اللي بيقدمها لعيبه الزمالك زي ناصر منسي زي لعيبه كتير دي فوق قدراتهم ومش ده الطبيعي. الزمالك بدأ الماتش ده من غير خوان بيزيرا لانه مش عايز يلعب، شيكو بانزا كان على الدكه وما نزل ما فرقش كتير كتير، من غير عبد الله السعيد لانه طبعا ما اتمرنش طول الموسم عشان طول فتره الاعداد عشان كان عنده اختلاف على عقده، وبعدين قال لك اصل انا كنت هعتزل لغايه ما حد دفع له مرتبه. فالزمالك الوضع صعب، السكواد اضعف كمان من السنه اللي فاتت، المنافسه اشد من السنه اللي فاتت، فجمهور الزمالك ما ينفعش يتفائل. الاداء كان سيء جدا في الشوط الاول، كان يعني ممكن شويه اللعب باحمد ربيع لا صعب قوي. ناصر منسي بيقدم واحده من اسوأ اداءاته، وخلاص الهايب اللي كان فيه هيبدا يخفت تاني وهيرجع للاداءات المعتاده، وده طبيعي يا جماعه، ما كانش يقدر عمره يكمل على اللي هو كان بيعملوا برضه عداية دباغ في تراجع نص الملعب، رغم ادم كايد حاول بشده وكان متالق بدرجه كبيره، ولكن موضوع صعب قوي ولسه كده. اما دفاع الزمالك اختبر في الشوط الثاني من الاتحاد، كان ممكن يخش جون واثنين وثلاثه لولا حظ الزمالك. الزمالك هيشوف واحده من اصعب مواسمه، ولكن ساعات بتيجي مع الزمالك. هل معتمد جمال هيصمد؟ هل هنقدر؟ الدنيا في الزمالك فيها دربكه كتير، الدنيا في الزمالك فيها مشاكل كتير، والنتائج مش لو فضلت تسحب نتيجه ورا نتيجه الدنيا هتبقى صعبه قوي 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 قوي. هل ممكن نتفائل للزمالك الموسم ده؟ صراحه بدون اي انتماء والله ولا عشان انتماء، ولكن لا صعب قوي قوي قوي، ونتمنى ان الدنيا ما تسحبش منه في حته وحشه ويفضل برضه قريب من اول ثلاثه، بحيث ان هو يبقى يا افريقيا كونفدراليه. والزمالك هيواجه صعوبه اشد اما تبدا افريقيا، لان مع ضغط الدنيا واصابه لاعب او اتنين من المهمين كمان مع اللي بيحصل ده، الدنيا هتضرب من الزمالك خالص. نيجي بقى لبيراميدز. بيراميدز بادئ باداء قوي جدا، اداء مبهر، بيهاجم هجوم شديد. دي ماكوينا مدرب قوي، مدرب هجومي، عنده لعيبه تقدر تعمل له كل ده، عنده لعيبه بتحب تهجم وتضغط وبتقدم اداءات قويه ومحيره، عنده زلاكا عبد القادر. يعني بيراميدز جاب المهاجم بتاعه ما لعبش بيه، احمد نزير ابو علي لسه ما بداش مع بيراميدز، لسه ما كان على الدكه لانه لسه جاي من ما فيش، ولكن هو لعب من غير مهاجم وكيلا يحب ده قوي. يدخل وليد الكارتي، محمود زلاكا مهاجم وهمي، اوباما بيخش من تحت تحت يلعب بعشرتين زلاكا والكارتي، اوباما والكارتي. بعد كده هتلاقي بيلعب بعودة الفخوري، يغير ينزل قادر، حلول هجوميه ولاعيبه مهيره، وده حلاوه الاداء، ومطير شيبي زي ما كان بيطير الباك اليمين بتاعه في سان داونز. فسكواد بيراميدز متفصل على المكان، رغم ان في ناس كانت قلقانه منه. انا شايف ان بيراميدز هيبقى منافس شرس جدا على اللقب السنه دي، ممكن يبقى اقربهم لو الاهلي دخل في تخبط، ولو الاهلي ما عرفش يحل مشكله امام عاشور وحسين عموته، ما استبعدش اللعيبه اللي اصبحت تقل على الفرقه وبتشدها لورا، وقدر يستفيد من كل لعيب جديد، وقدر يستفيد من لعيبه صغيره زي عمر سيد معوض ومحمد عبد الله. لسه بدري قوي على اي ترشيحات، ولكن الدوري ده رايح لبين بيراميدز والاهلي، والمنافسه بينهم هتبقى شديده، ولو الاهلي ما خدش باله ممكن بيراميدز يسرح بالموضوع من بدري لو الاهلي فضل في التخبط اللي بدأ بيه الماتش ده. ده كان خلاصة الأسبوع الأول، خلاصة الجولة الأولى، خلاصة سريعة لفيناها بسرعة جدا جدا وجرينا عليه. ها الأهلي قدر يرجع ويعيد لجمهوره ذكريات القضية والبلاس 90، وطمن جمهور إن اللعيبة شرقانة على الفوز لآخر ثانية، على عكس التكاسل وشوية الهدوء والبرود والخزانين اللي كان السنة اللي فاتت. ولكن نص الجمهور هيبقى مطمن ونص الجمهور هيبقى قلقان، الجمهور نفس المشجع هيبقى قلقان ومطمن في نفس الوقت. فالاهلي محتاج الماتش الجاي يطمن لعيبته اكتر، الزمالك محتاج يحاول ينتفض عشان ما يسحبش في الخسائر، لانها هتبدا تراكم مشاكل وتعمل دوشه كتير. وبيراميدز ماشي على طريق صح جدا 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 ومش قلقان عليه، وهيعمل موسم ولا اروع ومنافس قوي كمان على
أفريقيا السنة دي تاني. مساء الخير.